لو بتعرفي تعجني او ما بتعرفيش، لو معاكي فلوس او برضو معكيش، ما تشيليش هم اي حاجة، وتعالي هقولك في الفيديو ده ازاي نعمل قراقيش الاقتصادية الجميلة دي اللي كل اللي هياكلها هيقولك تسلم ايدك. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. في البداية كده هنشتغل بكيلو دقيق. كيلو الدقيق دوت عايزاه يكون سايب مفيش مشكلة، عايزاه دقيق شركات مفيش مشكلة. الوصفة بتاعتنا النهاردة بنحط فيها اي نوع من الدقيق. تمام، هتنخليه تمام، مش هتنخليه تمام. بصي في منتهى البساطة. فهنجيب كيلو من الدقيق وهنضيف عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر. لو عندك ريحة الكحك حطي منها معلقة كبيرة، بتدي طعم وريحة حلوة. عايزة تحطي ينسون، عايزة تحطي شمر، الحاجات اللي انتي بتحبيها حطيها. انا ما كانش عندي ريحة الكحك فما حطيتش. وبنحط كمان 3 معالق كبار كده من السمسم. انا بقى حطيت ما تيسر عندي من السمسم اللي كان موجود. زي ما قلت لكم كده احنا عاملينها النهارده اقتصاديه. طيب ايه اللي بيعمل توازن معانا في الوصفه دي؟ وطبعا احنا هنحط ذره من الملح بس انا هحطها في الاخر. انا دلوقتي هستخدم الكوبايه اللي هي 200 مللي دي، هحط فيها كوبايه من السمنه. انا مسيحه السمنه. تمام، انتي عايزه تحطيها بدرجه حراره المطبخ برضو مفيش اي مشكله. فهحط كوبايه من السمنه وكوبايه من الزيت. طب انتي مش عايزه تحطي زيت، حطي كوبايتين من السمنه. طيب لو انتي هتحطي كوبايتين من الزيت، لا، يعني كوبايه من السمنه كوبايه من الزيت تمام. بتعمل توازن وبتخليها حلوة قوي، احسن حتى ما هتحطيها كلها سمنه. طيب هتحطي سمنه بلدي هتحطي سمنه عاديه مش هيفرق الكلام ده. تمام. المهم حطينا كوبايه من السمنه وكوبايه من الزيت، وهنا بقى كنا بنجهز الخميره بتاعتنا. طبعا الكوبايه اللي بنشتغل بيها هي ثابته معانا في كل المقادير. فانا جبت كوبايه من الميه وحطيت عليها 3 معالق كبار من السكر مليانين، وحطيت عليها كمان طبعا كيس الخميره، وهبدا ان انا اقلبها واغطيها اسيبها تخمر. تمام، نرجع بقى للعجينه بتاعتنا. هحط عليها ذره من الملح عشان انا كنت نسيت ان انا احط عليها الملح. وهبدا ان انا ايه، ابسها كده كانك بتعملي كحك العيد. الوصفه بتاعتنا النهارده ما بتبقاش محتاجه عجن كتير، عشان كده بقولك لو انت ما بتعرفيش تعجني ما فيهاش اي مشكله. فهنبدا ان احنا نشرب الدقيق من الماده الدهنيه اللي احنا حاطينها. زي ما انتوا شايفين كده بقى، اهم شيء ان انت هتتدخلي بايديكي علشان كل جزء من الدقيق يشرب ايه السمنة على الزيت اللي احنا حاطينه. هنقلبها حلوة قوي بقى كده. احنا هنعجن بمية، لو انت عايزة تعجني بلبن مفيش مشكلة. تمام، لكن انا هعجن بمية. طبعا لو انت عجنتي باللبن يعني هتزودي من ايه، من القيمة الغذائية بتاعتها مش اكتر. المهم فانا هديها كوباية الا ربع من المية، لان انا كنت حاطة كوباية في الخميرة. وهبدأ بقى ان انا الم العجينة كده، مش اكتر من ان انا بس بلم العجينة. زي ما انتوا شايفين كده. انا مرضيتش اعملها في العجين ولا اي حاجة لانها مش مستاهلة. بس بقى وهسيبها تخمر. انا سيبتها تخمر ساعة وسيبتها بره عادي. عايزة مثلا لو انتي مستعجلة حطيها دفي الفرن وحطيها تقعد معاكي نص ساعة مثلا وطلعيها. هنا بقى بعد ما خمرت معايا، طبعا العجينة بتاعتنا فيها سمنة وفيها زيت، فوارد جدا ان هي ما ترتفعش معاكي قوي كده. يعني بصي هي ارتفعت معايا لكن وارد ان هي ما ترتفعش معاكي. ما تلاقيش بقى ما ارتفعتش فتقلقي، لا. لما بيكون في زيت على سمنة وارد ان العجينة ما ترتفعش معاكي قوي. بس كده بصوا العجينة زي العسل. يلا بينا بقى نحط بس رشة كده من الدقيق، وننزل ايه بالعجينة بتاعتنا، ونحط على الوش رشة كده من الدقيق صغيرة قوي، ونبدأ ان احنا نفردها. بصوا بمنتهى البساطة قطعناها كده كأنك بتقطعي حتة تورتة. وهرجعها تاني في الطبق بتاعي. ليه بقى؟ علشان اغطيها، اهم شيء ان انا اغطيها. فانا بقى دلوقتي رحت جبت فوطة كده ورحت ايه، رحت مغطيها بيها. هنمسك بقى حتة حتة نبدأ ان احنا نبرمها كده كأنك بتعملي صباع فينو، وبعد كده ايه تفرديها. خلاص لو انت عايزة تعمليها صغيرة هوريكي. بصي قصيها كده، لو انت عايزاها صغيرة قصي ظبطي وقطعيها.
تمام. طبعا احنا بنعمل دلوقتي القراقيش الساده. طب لو انت عايزه تعمليها بالعجوه، هو ولكن اكون مجهزه العجوه بره، وتروحي حطها وبعد كده قافله عليها وفردها تاني. هنبقى نعمل مع بعض بالعجوه ان شاء الله في مره تاني يعني. بس كده، وهي كلها نشكلها بالطريقه دي. عايزه بقى تسويها سويها، عايزه تعمليها، اصل كده كده احنا اللي هناكلها يعني، فمتسويه بقى مش مستويه مش مهم يعني، التساوي في الطول قصدي يعني. طبعا هتكوني جايبه الصينيه بتاعتك، عايزه تمسحيها كده بماده دهنيه حاجه بسيطه قوي، امسحيها. مش عايزه تحطي على طول، كده كده العجينه بتاعتنا فيها الماده الدهنيه وزي الفل. تمام. فهنبدا بقى ان احنا نرصها في الصواني او في السيجان على حسب اللي عندك. وطبعا اهم شيء، لان طبعا فيها بيكنج باودر، لازم ان احنا نخرمها علشان ما ترتفعش مننا قوي. هنا بقى ده كان طلع معايا كده من الفرن. تمام. ما بتاخدش وقت معانا في الفرن، لازم ان انت تبقي مراقبيها يعني، ما بتزيدش عن ربع ساعه في الفرن. طبعا انا كنت مشغله المروحه، فما رضيتش ان انا اشغل الشوايه. لو انت عايزه تشغلي الشوايه شغليها عادي. وده كده كان لسه في الفرن، وما شاء الله كيلو دقيق عمل معايا يعني كميه محترمه. الدقيق بيكون خير في البيت بجد يعني، اللي ما عندوش دقيق يعني خسران كتير. ولو انتي تقولي لا اصل انا مش هعرف، اصل انا مش عارفه ايه، لا جربي جربي وهتلاقي كل حاجه سهله باذن الله. بس كده بقى انا حفظتهم في العلب علشان خاطر طبعا قبل ما تشيليهم لازم تتاكدي ان هما بردوا، يعني مينفعش ان انتي تشيليها سخنه. وطبعا حلاوتها بقى مع مع كوبايه شاي بلبن. بصوا ادوني انا بقى في السقسقه، موتوني في السقسقه. لو انت عايزه تخلي لونها اغمق من كده شويه من الوش، ولع عليها الشوايه. لكن انا عشان كنت مشغله المروحه مرضتش ان انا اولع عليها الشوايه. احلى كوبايه شاي بلبن بقى بصراحه. بصوا تستاهلوها. عايزه اقول لكم القرقيش دي طعمها حلو قوي، مش علشان ما فيهاش لبن ومش علشان معموله بسمنه عاديه تقولي انها وحشه، بالعكس طعمها جميل جدا جدا. جربي. احنا دلوقتي في وضع يعني الظروف الاقتصاديه مش احسن حاجه، وفرحي نفسك بحاجات من عمايل ايديكي. بس كده الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون بقى عجبكم، ويا رب يكون افادكم. لو بقى اي حاجه بسيطه اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي معايا، وما تنسوش اللايك يا حلوين. ودمتم سالمين، ومع السلامه.